في بداية الفيلم بنشوف زوجين في عربيتهم بيضحكوا وبيتكلموا بحماس عن بيتهم الجديد. لما وصلوا كيت بتكلم أمها في التليفون وبتقول لها إنهم وصلوا. كيت بتسألها أسئلة كتير بتضايق أمها. بعد كده كيت قفلت التليفون وهي زعلانة شوية. ميت بيقول لها إن كل حاجة هتبقى تمام وبيطمنها إن كل حاجة هتبقى كويسة في البيت الجديد. بعد كده بنشوفهم بيفكوا الشنط وبينقلوا الحاجات وبيهزروا وبيستمتعوا. ميت بيظبط الاستوديو بتاعه وبيحط قماشة بيضة جاهزة للرسم لما بيسمع صوت في الممر. كيت بدأت تفك الأثاث اللي سابه أصحاب البيت القديم في كوما في الممر. ميت طلع من الاستوديو وقال إنه كان ناوي يعمل كده، لكن كيت قالت له إن لما يبدأ رسم هينسى كل حاجة تانية. ميت بيعمل زي العيال الصغيرة، فكيت بتعذره على إنه جرح مشاعره. وهما بيستمروا في فك الشنط. كيت في المطبخ بتفتح الصناديق اللي فيها كاساتهم. كيت دخلت الدولاب ولقت فيه طير ميت، وفي نفس الوقت ميت بيفك الكومة اللي فيها الحاجات القديمة وبيرميها بره من الشباك. فجأة لقى مفتاح قديم شكله غريب، وكيت بره بتدفن الطير. لما ميت رمى قطعة أثاث وخضها. بعد شوية كيت بتجهز الاستوديو بتاعها، وميت أخيرا وصل للحيطة اللي كانت ورا الكومة. لقى فيها باب فيه فتحة للمفتاح شكلها مناسبة للمفتاح القديم اللي لقاه جدا. فطلع المفتاح من الزبالة. ميت فتح الباب ونادى كيت تيجي معاه. فتحوا الباب اللي كان تقيل جدا ولقوا غرفة فاضية جوه. لما كيت دخلت الأنوار اللي في البيت بدأت تترج. ميت راح يتصل بشركة الكهرباء، ولما ميت خرجت من الغرفة النور استقر تاني. وبالليل وهم قاعدين يشربوا قدام الدفاية كيت بتهزر معاه على انه اتولد في المدينة وكان متدلع ومش هيعرف يهتم بالبيت الجديد. وتاني يوم هما الاتنين في استوديو ميت، وكيت بتقوله انه بس يبدأ الخطوة الأولى في الرسم. بعد كده التليفون رن فسألها عن خططهم للبيت. كيت بعد كده ردت على مكالمة من عميل عاوز ترجمة عايزها تخلصها بسرعة لأن كيت كانت بتشتغل مترجمة. وفي نفس الوقت ميت دخل الغرفة تاني، وفجأة كيت صرخت وراه إن الراجل بتاع شركة الكهرباء وصل. ميت أخد الراجل للبدروم يشوف التوصيلات الكهربائية. الراجل اتصدم من اللي شافه هناك وقال إنها قديمة جدا. هو شك إن الأسلاك هي السبب في انقطاع الكهرباء، لكن هو ما شافش حاجة زي دي قبل كده. الراجل من الشركة معرفش يعمل حاجة وجهز نفسه علشان يمشي، وقال لميت معلومة عن البيت هو ما كانش يعرفها قبل كده. قال له إن أصحاب البيت السابقين اتقتلوا في البيت ده. كمان قال لميت إنه هيحاول يقدر تكلفة توصيل الأسلاك في أقرب وقت. ميت على طول دور على المعلومة دي على الإنترنت ولقى إنه الزوجين اللي عاشوا في البيت قبل كده اتقتلوا بطريقة وحشية، والصحافة سمتهم بيت الدم. في نفس الوقت كيت بتشتغل على الترجمة، وميت اكتشف إن الشرطة كان عندها مشتبه فيه في القتل لكن هويته مجهولة. ميت حط غطا على كيت وهي نايمة في الاستوديو بتاعها، وبعدين رسم بورتريه للمشتبه فيه وهو بيشرب خمرة كتير. ميت دخل الغرفة وشرب باقي الإزازة، وبعدين لقى نفسه محتاج إزازة تانية. الأنوار بدأت ترعش تاني قدامه، والليل عدى والأنوار فضلت ترعش لحد ما صحت كيت من النوم. كيت دخلت الغرفة ولقيتها مليانة حاجات غريبة. ميت وراها لوحات أصلية لفان جوخ وسيزان. كيت فكرت إنه اتجنن، فميت قال لها تطلب أي حاجة هي عايزاها. كيت قالت له إنها عايزة $1000. الأنوار اترجت تاني، وميت دور على الفلوس في الغرفة ولما لقاها وراها لكيت. كيت فكرت إن الفلوس دي مزيفة، فميت قال لها تطلب أكتر فطلبت $1,000,000. كيت عملت كده والكهرباء اتقطعت لثواني، ولما رجعت لقت الفلوس اتجسدت في الغرفة $1,000,000. كيت خافت وقالت إن عندها إحساس وحش، بس ميت أقنعها إنها ما تاخدش الموضوع بجد وتستمتع. هما بدأوا يطلبوا حاجات زي الشمبانيا وفلوس أكتر، وبعد شوية ميت ملا حيطة الاستوديو بتاعه بلوحات فنية أصلية، وكيت قالت له إنها سابت شغلها. الاتنين استمتعوا بكل حاجة ممكن يطلبوها، وفي لحظة ميت رمى على كيت ألماظ. بعد كده وهم في السرير كيت لسه بتسأل إزاي الغرفة دي بتعمل كده. ميت قال لها مش مهم، المهم إنهم بس يستخدموها، لكن كيت كانت شاكة في اللي ممكن يحصل. وفي نفس الوقت هم لسه بيطلبوا حاجات أكتر زي بدل فضاء وبيستمتعوا بيها، وخلوا الإقامة في البيت زي حفلة مستمرة ما بتخلصش. هم بس بيطلبوا والغرفة بتنفذ كل اللي هم عايزينه. وبعد فترة كيت شافت نتيجة الأيام المجنونة اللي قضوها دي، وميت صحي على بيت فوضوي ومشوش. لقى كيت بره على المرجيحة وسألها فين القلادة اللي طلبتها. كيت ردت إنها كانت وهمية وإنها ممكن تطلب واحدة ثانية. الغرفة بدأت تأثر على كيت. بعد كده ميت عنده حاجة عاوز يوريها لكيت، أخدها لغرفة جهزها علشان تبقى أوضة أطفال. لما كيت فتحت عينيها ما كانتش مبسوطة خالص، فميت قال لها إنهم لازم يجربوا تاني لأن مفيش حاجة غلط فيهم. كيت ما كانتش عاوزة تجرب تاني لأنها فقدت طفلين قبل كده قبل ما يتولدوا. ميت أصر، لكن كيت ما كانتش مقتنعة. هو راح وراها بره ولقاها بتدخن، وبعدين سابها وراح يمشي. كيت لوحدها دلوقتي في البيت، وراحت الأوضة تاني. أنوار الأوضة بدأت تترج، وميت رجع البيت ولقى كيت في أوضتهم معاها بيبي. هو اتفزع، فكر إنها سرقت بيبي حد، وبعدين فهم إنها طلبته من الغرفة. كيت قالت له إن مفيش طريقة تانية وإنها أخدت الطريق المختصر. ميت قال لها إنهم ما يقدروش يبقوا معاه وإنها لازم ترجع له الغرفة لأن ده غلط. الاتنين دخلوا الغرفة، وكيت كانت ماسكة البيبي ومش عارفة تقول إيه لما البيبي عيط.
وميت قال لها تقول إنها عاوزة تتخلص منه. كيت ما كانتش قادرة تعمل كده فأعطت البيبي لميت. ميت وهو بيبص على البيبي وماسكه فهم إنه ما يقدرش يعمل كده هو كمان. رجع البيبي لكيت وجري بره. وبالليل البيبي عيط وكيت قالت لجوزها يروح له الغرفة يطلب لبن. هو جابه ولما رجع لقى كيت بترضع البيبي. الاتنين ما فهموش ازاي ده حصل. وتاني يوم ميت وهو بيسمع كيت مع البيبي في الأوضة التانية فكر في جون دو اللي قتل أصحاب البيت السابقين ودور عليه على الإنترنت. الراجل ده اتسجن في مستشفى للأمراض العقلية. ميت أخد شوية فلوس وساب البيت علشان يدور عليه ويلاقيه. لما وصل المستشفى وسأل الممرضة إنه يتكلم معاه هي قالت له إن الزيارات الوحيدة اللي أخدها في 45 سنة كانت من الصحفيين. هو كذب وقال إنه صحفي علشان يقدر يتكلم معاه. جون دو على طول عرف إنه مش صحفي. ميت قال له الحقيقة من غير تردد. الراجل دعاه يقعد على الترابيزة وقال له إنه كان مستنيه من زمان. هو سأل ميت إذا كان بيحب البيت وكل اللي فيه، لكن ميت بس كان عاوز يعرف ليه قتل الناس دي. الراجل قال إن مفيش طريقة تانية وإنهم لازم يسيبوا البيت وينسوا الغرفة قبل ما يبقى الوقت متأخر، لكنه كان عارف إنهم مش هيعملوا كده لأنه شاف إن ناس زي ميت طماعين وشريهين طول حياتهم وما بيشبعوش. هو شاف نفسه مختلف عنهم بطريقة ميت ما يقدرش يتخيلها. بعد كده ميت في محطة بنزين وسألوه يدفع الحساب، لكن لما مد إيده في جيب البنطلون لقى فيه تراب وبس. رجع البيت بسرعة وأخد فلوس تانية وبعدين شافهم بيتحولوا لتراب قدام عينيه. بعد كده ميت حط لوحة لفان جوخ على حافة عتبة الباب. الجزء اللي بره البيت من اللوحة اتدمر بسرعة وتحول لتراب. ميت جاب الجزء اللي باقي من اللوحة للاستوديو بتاعه. وفي نفس الوقت كيت بتغير للبيبي لما الأنوار بدأت تترج تاني. كيت أخدت البيبي ولقت ميت في الغرفة بيحطم الحيطان علشان يفهم ازاي الغرفة دي بتشتغل. الحال اتقلب بين الاتنين. كيت استسلمت انها ما تعرفش ازاي الغرفة دي بتشتغل ورضيت بالبيبي، لكن ميت كان لازم يعرف. هو لقى أسلاك غريبة ورا الحيطان وبعدين هدم الحيطان والأرضيات في البيت ولقى نفس الحاجة ولقى لوحات غريبة. وفي نفس الوقت كيت كانت عاوزة تطلع بالبيبي علشان يشموا شوية هوا، لكن ميت وقفها وسألها تثق فيه إنها ما تطلعش بره أبدا. كيت ما فهمتش قصده فطلعت وهو استناها على الباب. لما طلعت بدأت حاجات تحصل للبيبي وكيت اتفزعت ونادت لميت. البيبي كبر بسرعة وميت أخده ودخله البيت. الاتنين بصوا على البيبي اللي كان بقى ولد دلوقتي بنظرة قلق ومش مصدقين. بعد كده كيت بتدي الولد حمام وبعدين راحت مع ميت وسألته ايه اللي بيحصل. ميت قال لها عن جون دو وبعدين قال ان الغرفة بتعمل حاجات زي طبعة ثلاثية الأبعاد بشرط انهم ما ياخدوش الحاجات دي بره البيت. كيت اتصدمت انه بيقول على البيبي حاجة، لكن هو قال لها ايوه ان هو حاجه بس من لحم ودم. الولد انضم ليهم وكيت راحت له وقالت له ان كل حاجه هتبقى كويسه. هم سموا الولد شان. وبعد كده كيت بتدرس لشان. هي قالت كلمه تخييم وقالت له ايه معناه، يعني كامبينج، فقال انه عاوز يروح كامبينج. كيت قالت له انه مريض جدا علشان يروح التخييم زي ما هو مريض جدا علشان يفتح الباب. هي قالت له ان البيت بيحميه، لكن شان أصر إنه يروح يعمل تخييم. الولد اتعصب إن مفيش حاجة حصلت زي ما هو عاوز فدق الباب عليها لما راحت تاخد حاجة بره أوضته. وتاني يوم الولد باصص من الشباك بحزن وبعدين راح ياكل الفطار مع امه. وصلت حاجه وهو عاوز ياخدها لكن كيت قالت له يقعد وهي راحت تاخدها بره وقفلت الباب وراها. الحاجه دي كانت لميت وهي حطتها قدام باب الاستوديو بتاعه. هو اخدها وفتحها ولقى فيها مسدس. ميت بره بيتمرن على الرمايه والولد بيشوفه من الشباك. وفي نفس الوقت كيت بتضيع وقتها مع الولد وبتعزف على البيانو. شان راح وراها وقدر يوصل للباب من غير ما كيت تحس ومد ايده. لما كيت حست بيه سحبته جوه البيت على طول وشافت إذا كان حصلت له حاجة. بعد كده كيت بتقفل كل الشبابيك ولما ميت سألها إنها توقف قالت له إنه يقدر يمشي. ميت ساعتها تقفل البيت وشان بيتفرج عليهم من جوه. وبالليل بعد ما كيت وشان أكلوا كل حاجة الولد بيعملها بتضايق كيت. ميت ما كانش أحسن منها. هو بيرسم بشكل هستيري في الاستوديو بتاعه. بعد كده كيت نامت لوحدها وشان راح أوضتها وقال لها انه بيحبها وسألها ينام في السرير. الولد قال انه عاوز يفضل معاهم للأبد وسألهم اذا كانوا عايزين كده هم كمان. كيت قالت له انهم عايزين كده فعلا. وفي يوم من الايام بنشوف ميت بيرمي المسدس وبيتدرب على التصويب وشان في الاستوديو بيلعب بكرة تلج لما الكرة وقعت واتكسرت. لما ميت دخل سأل الولد ايه اللي بيعمله هناك فشان جري. كيت دخلت الاستوديو وشان سمعهم بيتخانقوا من ورا الباب. ميت قال له انه مش ممكن يدخل الاستوديو ابدا فكيت ردت عليه انه لسه بيبي لكن ميت شايفه بس كأنه وهم. وفي نفس الليلة شان دور في البيت ولقى الأسلاك الكهربائية في البدروم. دخل الغرفة والأنوار بدأت تترج. ميت اللي صحي تاني يوم لقى الكرة التلجية سليمة جنبه. هو شاف إنها مش نفس الكرة فجري على كيتي يسألها عنها. هما الاتنين راحوا الغرفة ولقوا شان هناك بيعمل رجل تلج. الولد عمل غابة كاملة جوه الغرفة. كيت فكرت إن اللي عمله مدهش لكن ميت ما كانش حاسس بنفس الإحساس. هو سحب الولد بره الغرفة ومنعه يدخلها تاني. ميت قفل الغرفة وكيت طمنت الولد لأنه ما يفهمش ليه ممنوع يدخلها. كيت وميت اتخانقوا على موضوع الولد يدخل الغرفة ولا لأ
وميت بيفكر في كل الحاجات اللي شان ممكن يتخيلها ويظهرها وهو جوه الغرفة. فجأة التليفون رن، فشان رد عليه. كان جون دو على الخط ومتفاجئ انه بيسمع صوت ولد صغير. ميت اخد التليفون بسرعة من شان، وكيت قالت له ما يردش تاني. الولد سألها مين كان على التليفون، وميت قال كل حاجة للراجل. كيت سمعت مكالمتهم من التليفون التاني. ميت سأله مين اللي طلب الولد. جون دو فكر ان ميت مش هيقدر يستحمل الحقيقة، لكن هو قالها له. قال له علشان الولد يقدر يخرج من البيت لازم أمه تموت. لو كيت ماتت شان هيبقى ممكن يعيش ويحب ويكبر زي أي حد بره البيت. ميت فهم إن جون دو هو كمان وهم. الراجل قال له إن أمه قتلت أبوه وبعدين أجبرته إنه يقتلها علشان يقدر يعيش. السؤال دلوقتي، هل ميت هيقدر يقتل كيت علشان شان يعيش، ولا هيقتل ابنه علشان مراته تعيش؟ كيت بدأت تعيط وميت فهم إنها كانت بتسمعهم. هي أخدت العربية ومشيت، وشان قضى اليوم لوحده بيلعب وبيشوف كرتون. ميت بيتصل بكيت على موبايلها يترجاها ترد عليه أو ترجع البيت بسرعة. ومع الوقت ميت بدأ يتفزع لأن كيت مش موجودة وسابت الولد لوحده. كيت في العربية بتفكر إنها تخلص من كل حاجة علشان حياة الولد. في نفس الوقت شان دخل الاستوديو. الاتنين أكلوا مع بعض، وبعد كده شان سأل ميت عن معنى كلمة وهم لأنه سمع بيقول الكلمة دي. ميت قال له ينسى الموضوع ده وياكل وهو ساكت. الولد قال لميت إنه مش أبوه الحقيقي، وسأله فين أبوه الحقيقي. ميت قال له إنه مفيش أب حقيقي ولا أم حقيقية. هو حتى قال له إنه مش ولد حقيقي، وقال له كل حاجة. قال له إيه اللي ممكن يحصل له لو خرج من البيت. شان ما كانش مصدقه، فميت مسكه ووداه للباب وقال له يشوف بنفسه. ميت قال له إنه مش شخص حقيقي لكنه مجرد فكرة، فالولد راح أوضته. بعد كده ميت فهم إنه عامل الولد وحش، فراح علشان يعتذر له، وشان قبل اعتذاره وطلب منه يقرأ له حاجة. وكيت رجعت من البيت ولقيتهم نايمين جنب بعض. بعد كده ميت انضم لكيت في المطبخ وبدأوا يتكلموا عن اللي كيت سمعته، لكن هي ما كانتش عاوزة تتكلم في الموضوع. هم قربوا من بعض في المطبخ والولد كان بيتفرج عليهم. وتاني يوم الصبح الولد سرق مفاتيح البيت وخرج. ميت سمع صوت الباب وفاق يدور عليه. كيت كمان قامت ونزلت ولقوا انه ساب البيت في لحظة. هم دخلوا الصالة ولقوا قدامهم مراهق ولد كبير. شان كان معاه المسدس وبيصوب عليهم، هو عاوز يقتل ميت، لكن كيت هدته لحد ما ميت قدر يزقه. الاتنين اتخانقوا على المسدس وكيت اغمى عليها، وبعد كده صحت ولقت ميت بيبص عليها. هو قال لها ان شان اتصاب لما اتخانقوا على المسدس. كيت سألته تشوف الجثة، هو قال لها انه رماها بره. هي راحت بره تدور على الجثة، وميت كان معاها وهي بتعيط. بعد كده بنشوف ميت اللي صحي في الصالة بيدور على كيت بره، وبعدين في كل البيت ولقى الأنوار بتترج. ميت اللي بره دور على المفاتيح علشان يدخل، ولما ملقاهاش بدأ يحفر في الحيطان. وفي نفس الوقت كيت وميت اللي جوه أكلوا غدا، وسألته هتعمل ايه في البيت. هي قالت له انها مش قادرة تعيش في البيت، لكن ميت التاني قال لها انهم ما معهمش فلوس وما عندهمش شغل، لو فضلوا الغرفة هتوفر لهم كل حاجة. كيت شكت في سلوكه اللي بيشبه سلوك شان. ميت حاول يدخل الغرفة من خلال الأسلاك في الحيطة. أخيرا قدر يزق نفسه ودخل غابة الأسلاك. وفي نفس الوقت كيت وميت التاني قاعدين في الصالة. لما حاول يلمسها وقال لها انه شافهم بيعملوا كده، كيت زقته بعيد لما اكتشفت الحقيقة، وبعدين قال لها اهلا يا ماما. طبعا كيت اتفزعت وراحت للباب. ميت كان قريب من البيت، وكيت حاول تستخبى من اللي اكتشفت انه شان. هو هجم عليها وحاول يعتدي عليها، لكن ميت وصل البيت وكسر الباب ودخل. شان دور على ميت في البيت والعكس، ولما كيت خرجت من الأوضة اللي كانت فيها اتصدمت بواحد منهم. أول ما شافته فكرت إنها لقت ميت الحقيقي، لكن التاني ظهر. الاتنين حاولوا يقنعوها إنهم ميت الحقيقي. واحد منهم قال لها كلمة سرية اسمها جون بيج، يعني كله تمام، لكن التاني كررها ومسك ايديها. كيت زقته من فوق السلم وجريوا ناحية الباب. الغرفة بدأت تترج لما شان صحي على شكله الحقيقي. كيت وميت فهموا انهم لسه جوه الغرفة وحاولوا يخرجوا، وشان كان بيغير شكل الغرفة علشان يخربطهم. ميت جات له فكرة ازاي ممكن يخرجوا. شان لحقهم وجري ناحية ميت بسكينة، هو قتله وبعدين قال لها انها كويسة. فجأة كيت وميت الحقيقيين راحوا من خلال الابواب اللي بره. شان شافهم وفتح الباب. لما راحوا من خلال الغابة ولحد باب البيت، شان هجم على ميت تاني وهم وقعوا بره البيت. هو عاوز يرجع، لكن كيت قفلت الباب وقفلته في وشه. شان بدأ يكبر ويتدمر، وبإترجى كيت تدخله لحد ما بقى راجل عجوز ومشي. كيت راحت وراه وميت لحقهم لما شان انهار واتدمر تماما. شان اتحول لتراب وكيت بتعيط عليه. وبعد شهر ميت وكيت قاعدين في فندق. هو رجع الأوضة ومعاه قهوة، وهي جوه بتتفزع من اختبار حمل إيجابي، وفضلت مخلياه بره، والأنوار في الأوضة بدأت تترج. ودي نهاية الفيلم، وشكرا للمشاهدة.